السلام عليكم. هعمل معاكم النهاردة الملبن بأسهل طريقة ومكونات كلها موجودة في كل بيت، وهعملها معاكم بخامة وطعم زمان اللي كنا مفتقدين، ومهما جبنا ملبن ما بيكونش زي اللي بنعمله في البيت. يلا نبدأ الوصفة طوال. أول حاجة معايا مج ونص من السكر، أحط عليهم كوباية من المية وأرفعهم على النار. دي أول خطوة هبدأ فيها الملبن. وعلى ما الخليط يغلي معانا هحضر مكون تاني، ده مش هستخدم دلوقتي، بس هيبقى جاهز معايا كوباية إلا ربع من النشا، عليها مج من المية، يعني مج من المية عليه مج إلا ربع من النشا. والمج اللي انت هتعايري بيه المية تعايري بيه السكر تعايري بيه النشا، يعني ما تغيريش، مش تعايري المية بمج وتعايري النشا بمج. المج اللي انت تستخدميه في كل الوصف. هتحط المية على النشا وهتقلبيه كويس خالص، بحيث ان هو ما يكونش فيه اي تكتلات او اي حاجة مخرزة بالشكل اللي انت شايفاه ده هيكون جاهز معاكي، بس مش هتستخدميه دلوقتي خالص. وادي المية بالسكر بتاعتنا غلت خالص اهي، ونتأكد خالص ان السكر بتاعنا ده بنهائي في المية، يعني ما ينفعش تضيفي عليها المية بالنشا والسكر لسه زي ما انت شايفة. انا حاليا النار عليها عالية، لسه ما هتتهاش، ولسه بواقي من السكر لسه في المية. اديني بقلب فيها لحد ما السكر يدوب نهائي خالص في المية. دي وصفة لازم ان شاء الله تطلع ناجحة معاكي، بس لازم تتبعي كل الخطوات اللي انا هعملها. كده خلاص السكر غلى معانا تماما، خلاص السكر يعني يعتبر داب نهائي في المية. هتنزلي بالنشا عليه، هتنزلي بيه كله، مش لازم يعني تنزلي شوية بشوية. في المرحلة دي قدامك خطوتين، لا اما تطفي النار نهائي او تهدي النار خالص تبقى شمعة. دي تنفع ودي تنفع، يعني عايزة تطفي النار خالص عليها لحد ما تضيفي النشا بالمية اللي احنا عملناه ماشي، عايزة تهدي النار خالص ماشي. وطبعا من نجاح الملبن معاكي لازم تتبعي كذا خطوة كده، لازم تتبعيها عشان الملبن ينجح معاكي خالص، يبقى احلى من بتاع بره اللي احنا بنشتروه مليون مرة. اول حاجة لازم النار اللي انتي شغالة عليها تبقى هادية تماما، يعني هادية شمع. انا كنت حاطه على العين من ورا، بس كانت الانبوبه خلاص هتخلص، فكانت النار هاديه شمعة. فانتي لو هتعملي الوصفه دي في البيت هتحطيها على العين الصغيره خالص اللي من قدام وهتهديها، يعني مش هتحطيها وتعليها، لا، هتحطيها وتهديها. تاني خطوه انك انتي لازم تحطي ايدك في الملبن، ما تشيليش ايدك منه خالص، يعني دايما دايما تقلبي فيه عشان ما يعملش في الحواف كده حاجات تتكرمل منك ويسكر منك والملبن يبوظ. دي تاني خطوة. يبقى أول خطوة لازم النار تبقى هادية خالص شمعة. تاني خطوة لازم تحط ايدك في الملبن على طول وتقلبيه باستمرار. طبعا هو ليه مراحل لازم يعدي من عليها. تالت خطوة ان احنا هنضيفه مج ونص من السكر، بس احنا مش هنضيفوها مرة واحدة، هنضيفوها كمية كمية. أول حاجة كده ممكن تضيفيها على 3 مراحل أو 4 مراحل. أول حاجة حطيت نص مج من السكر وبدأت أدوبه، وتتأكدي طبعا تماما إن السكر بتاعك هيدوب خالص، يعني تحط شوية سكر وتتأكد ان هما دابوا في الخليط خالص، تروحي نازلة بنص مج السكر التاني، وهكذا تحطي الكوباية مج ونص من السكر بالشكل ده. تحطي نص كوباية تستنيها تدوب تماما في الملبن، وبعد كده تحطي النص التاني لحد ما يخلص المج ونص من السكر، ومع التقليب المستمر زي ما انت شايفة، والنار تبقى واطية نهائي. انا بصوره لكم كل شوية. دي مرحلة يعتبر المرحلة الرابعة. بص بدأ يبقبق اهو، خلاص دخل في مرحلة ان هو يستوي. هتعرفيه استوى ازاي؟ انك انتي هتيجي تلميه كده بالمعلقة، هتلاقيه يتلم معاكي، يتلم كده على جنب في الطاسة بتاعتك او الحلة بتاعتك اللي انت هتستخدميها. وبعد كده معاكي خيارين، ممكن تحطي في المرحلة دي معلقة من مية الورد، لو مفيش مية ورد موجودة عندك هتحطي عصرة من نص ليمونة، يعني تقسمي الليمونة نصين وهتحطي عصرة من نص الليمونة. طبعا الملبن ده ممكن تستخدميه في كل الوصفات. المخبوزات ممكن تعملي بيه منين، ممكن تعملي بيه كعك ناعم. طبعا بيدخل في وصفات كتيرة خالص في المخبوزات، وطبعا المخبوزات دي بتبقى طعمها زي العسل. انا هنا حطيت زي ما بقولكم في الاول معلقة من مية الورد، كانت عندي طبعا وبتتجاب من عند اي عطار، وبتحطيها في التلاجة عندك بتفضل فترة كبيرة خالص، بتطلعيها طبعا ساعة الاستخدام. حطيت معلقة منها وبدأت أقلب، وبصي هو دخل خلاص بمرحلة إن هو يستوي. طبعا مع التقليب المستمر هتقلبيه على طول، طبعا مش هتشيلي ايدك منه وانتي شغالة فيه، هتجيبي الحواف على طول
مش هتخلي الحواف طبعا لحد ما تسكر معاكي. شايفينه خلاص لم كده على الحواف، يبقى خلاص اللهم بارك الملبن بتاعك استوى. هتكوني مجهزة جنبيكي صينية حاطة فيها ورقة من الزبدة ودهنها مسحة من الزيت، هتصب فيها الملبن بتاعك وهتسويه وهتحطيه في التلاجة يعني لمدة 3 ساعات 4 ساعات. هيطلع معاكي من التلاجة اللهم صل على النبي شايفين بالقوام. حاجة سهلة عملناها في البيت بمكونات سهلة وبسيطة. ممكن ياخد معاكي من ساعة لساعة الا ربع على النار، بس في الاخر هتاخدي حاجة كده مضمونة وحاجة نظيفة انت عاملاها بايدك. هتقطعيه بس بقى بالسكينة بالشكل اللي انت عايزاه، على شكل مربعات على شكل طولي بالشكل اللي انت عايزاه. طبعا هتدخليه في اكتر من حاجة انت بتعمليها، يتاكل كده للاولاد حلو. عايزة التخليه في المخبوزات الداخلي في المخبوزات، هتحفظيه في التلاجة هيقعد فترة كبيرة معاكي. وبكده نكون جهزنا ملبن في البيت بأرخص وأسهل الإمكانيات اللي ممكن تستخدميها وموجود في أي مطبخ. يا رب يحسن ما بين ايديكم، يا رب الفيديو يكون عجبكم والملبن يكون عجبكم يا رب، والفيديو ان شاء الله كده يكون نال اعجابكم. طبقوا الوصفة ان شاء الله وتنجح معاكم.